رجوعا للمعلومات الخاصة بطريقة مواجهة الجيش الإسباني واللي هضرنا عليها في جوج فيديوهات سابقة واللي كانت كتخص البحرية والقوات الجوية. ورا في هذا الفيديو الجديد غادي نديرو مقارنة شاملة في المدفعية الصاروخية، وغادي نهضروا على الأسلحة الحالية وحتى الصفقات المستقبلية. ورا حاليا المغرب متفوق واحد التفوق اللي كاسح 100% على الإسبان في قدرات القصف الصاروخي. داكشي علاش ناضوا الإسبان قبل عامين حتى لثلاثة ديال السنوات تقريبا، وبداو كيجريو وكيعقدوا صفقات باش يطوروا من المدفعيه الصاروخيه ويديروا شويه ديال التوازن مع المغرب. ورا اذا كان المغرب كيتسلح باش يحافظ على التوازن مع الاعداء ديالو واللي هما الدول العدو الجزائريه زائد اسبانيا زائد المرتزقه، فرا اسبانيا ما عندها حتى شي هم اخر من غير انها تسلح وتنفق باش تواجه المغرب. زائد دول العدو حتى هي نفس القضيه، يعني كل تسليحهم الجديد والقديم وقدراتهم مبنيه على مواجهه المغرب. داكشي علاش خاصنا نقولوا الله يكون في عوان القياده المغربيه، واللي واخا عندنا موارد ماليه اللي محدوده، فرا واخا هكا قدروا انهم يبنيو قدرات ردع لهاد جوج دول، وقدرنا اننا نوقفوهم على محاوله تقسيم بلادنا وتشتيتها. حيت راه ما ساهلش باش تواجه جوج ديال الدول دقه وحده، واللي وحده منهم عندها النفط والغاز، ثم الثانيه واللي هي دوله اوروبيه غنيه وداخله في حلف الناتو. ورا اذا رجعنا للتسليح والمقارنه ما بين المغرب واسبانيا واللي غادي نحددوها في القدرات الصاروخيه واللي كتطلق من الارض، يعني كنهضروا على الراجمات والصواريخ ارض، فغادي نلقاو ان المغرب متفوق واحد التفوق اللي كاسح على اسبانيا وحتى على الدويله العدو. ورا حاليا اسبانيا ما عندها حتى شي راجمات صواريخ في الخدمه، يعني فعليا كنهضروا على صفر قدرات قصف صاروخي من سنه 2011. حيت راه اخر راجمه كانت عندهم فسميتها توريل شي حاجه بحال هكا، واللي عندها مدى اقصى كيوصل 28 كيلومتر، واللي خرجوها من الخدمه حيت قديمه بزاف، يعني خدمات عندهم من 1985 حتى ل 2011. داكشي علاش كنلقاو ان مع بدا المغرب كيجدد في قدراته الصاروخيه وبدا كياخذ انظمه جديده في سنه 2021، فرا مباشره من بعدها بشي عام ونص حتى العامين غادي تنوض اسبانيا حتى هي باش تبدا تحدد قدراتها الصاروخيه. ورا قولوا سبحان الله، حيت اسبانيا ما لقات عند من تمشي الا عند اسرائيل، واللي طلبت من عندها نفس الراجمه اللي خدا المغرب واللي هي راجمه بولس. ورا وقعوا نيت واحد الصفقه في سنه 2023 واللي القيمه ديالها كتوصل ل 700 مليون اورو، واللي فيها 12 راجمه صواريخ بولس مع 12 عربه اللي كتهز ذخيره، زائد جوج شاحنات ديباناج وسته ديال الشاحنات ديال القياده والتحكم. اما الذخيره اللي كانت في هذه الصفقه فرا فيها 680 صاروخ اللي طلبوه الاسبان، واللي مفرق على 288 صاروخ بمدى 35 كيلومتر، مع 112 صاروخ من نوع اكسترا بمدى 150 كيلومتر، ثم 64 صاروخ بريداتور هاوك بمدى 300 كيلومتر. عاد باش بقى 216 صاروخ اخر واللي هما خاصين بالتدريب واللي المدى ديالهم 15 كيلومتر. وبالتالي هذه الصفقه هي اللي كانت غادي تحيي القدرات الصاروخيه الاسبانيه، واللي في سنه 2025 غادي يلغيوها بالكامل هي وشي صفقات اخرى كانت مع اسرائيل. ورا السبب اللي قالوه الاسبان في الاعلام هو ان حقا اسرائيل وفلسطين والحرب وهاد الهضره، لكن الواقع ان السبب الحقيقي هو المغرب، حيت اسبانيا ما قدراتش انها توقف اسرائيل على انها تعقد صفقات وتنقل التكنولوجيا للجيش المغربي. وبالتالي الخوت ومن بعد هذا الالغاء ديال هذه الصفقه فرا عاود ناضت اسبانيا في سنه 2026 ودارت طلب عروض جديد ديال راجمات الصواريخ، واللي تقدموا ليه عده دول واللي هي المانيا، كوريا الجنوبيه وتركيا. اما الاقرب للفوز بهذه المناقصه فغالبا غادي تكون اما كوريا الجنوبيه بصفه اولى ثم تركيا بصفه ثانيه، حيت المانيا واخا تقدمت لهذه الصفقه فرا كتبقى مستبعده حيت اصلا ما عندهاش راجمات صواريخ ديالها 100%. والسبب ان في سنه 2025 ناضت شركه رينت ميتال الالمانيه وبنات راجمه سماتها جي مارس، واللي بطبيعه الحال تبنات بالتعاون مع لوكيد مارتن الامريكيه وكتهز نفس الصواريخ ديال هي مارس. ثم في نفس الوقت غادي تنوض شركه المانيه اخرى واللي سميتها كا ان دي اس الالمانيه، واللي حتى هي بنات راجمات صواريخ جديده واللي سماتها اوروبولس، واللي حتى هي جات بالتعاون مع البت سيستمز الاسرائيليه ومبنيه نيت على الراجمه بولس. وبالتالي اسبانيا ما غاديش تقدر انها تاخذ هاد جوج راجمات حيت كيبقى القرار الاخير ديالهم في يد امريكا واسرائيل. وبالتالي الخوت فغادي نتسناو طلب العروض اللي تلقوه في سنه 2026 فين غادي يمشي ولاي دوله غادي يتوجهوا لاسبان. داكشي علاش نقدروا نقولوا ان اسبانيا حاليا ما عندهاش قدرات قصف صاروخي بعيده او قريبه المدى، بطريقه اخرى صفر راجمات صواريخ.
اما اذا دزنا للمغرب فغادي نلقاو اننا بنينا قدرات صاروخيه من 3 ديال الدول مختلفه، واللي هي الصين واسرائيل وامريكا. وراه اول صفقه لراجمه صواريخ حقيقيه خداها المغرب فراه بانت في سنه 2009، واللي تقريبا كنا تسلمناها في سنه 2012، واللي نقدروا نعتبروها وحده من بزاف ديال الاسلحه اللي خداها المغرب من بعد ازمه جزيره ليلى. حيت من وراء الازمه مع الاسبان في جزيره ليلى غادي ينوض المغرب يعقد صفقات جديده، واللي كانت مع امريكا والصين وفرنسا، واللي كانت صفقات ضخمه واللي الهدف منها هو ردع الاسبان، واللي كانوا فيها الطائرات المقاتله F-16 ودبابات الابرامز والمدفعيه، زائد كانوا حتى دبابات صينيه وراجمات صواريخ وحتى دفاعات جويه واسلحه اخرى كثيره. وبالتالي الخوت في سنه 2012 تسلمنا الصفقه ديال راجمات AR2 الصينيه، واللي خدينا منها مجموعه كامله يعني 18 راجمه مع عشرات العربات الاخرى المرافقه. وهاد الراجمه فراها مدمره بكل معنى الكلمه، وكتقدر تضرب الاهداف ديالها اما على بعد اقصى 140 كيلومتر او على بعد اقصى 220 كيلومتر في الصاروخ الجديد اللي خرجوه الصينيين. يعني كنهضروا على راجمه اللي قادره باش توصل لمناطق شاسعه وواسعه داخل الاراضي الاسبانيه. وراه هاد 18 راجمه اللي خدينا فراه قادره باش تطلق 216 صاروخ في كل رشقه، واللي كل واحد منهم كيوزن 800 كيلوغرام، يعني كنهضروا على قوه تدميريه اللي كبيره بزاف. اما الصفقات الثانيه اللي درنا فراه كانت مع اسرائيل ما بين 2021 و 2023، واللي كانت فيها مجموعه ديال الراجمات واللي متكونه من 18 بولس مع عدد اخر غير معروف من الصواريخ الباليستيه التكتيكيه لورا. ورا لورا تم اعلانها من طرف الصحافه الاسرائيليه في نفس الوقت تقريبا. اما اذا رجعنا للراجمه بولس فراه خدينا 18 راجمه صواريخ مع 6 ديال العربات ديال القياده و6 ديال العربات ديال الذخيره. يعني المغرب كيخدم كل كتيبه فيها 3 الراجمات اللي كتلقوا الصواريخ مع شاحنه وحده ديال اعاده التدخير وشاحنه وحده ديال القياده والتحكم. اما الصواريخ اللي طلبناها فراه نفسها اللي كانوا طلبوها من ورانا الاسبان، يعني صواريخ قصيره المدى 35 كيلومتر ومتوسطه 150 كيلومتر وبعيده 300 كيلومتر. زائد المغرب كان خدا حتى درونات انتحاريه واللي فيها 2 نسخ بمدى 100 و 250 كيلومتر. وبالتالي راجمه البولس فراه كتبقى جد خطيره وفيها تنوع كبير في الصواريخ والدرونات الانتحاريه. اما صواريخ لورا فهي عباره عن صواريخ باليستيه تكتيكيه بعيده المدى، واللي كتطلق من شاحنه ضخمه 8 وكتقدر تضرب الاهداف على بعد 430 كيلومتر. ورا التاكيد ديالها غادي نشوفوه ان شاء الله في معرض مراكش الدولي للطيران، حيث غادي تحضر فيه الشركه اللي كتصنع الصواريخ واللي هي صناعات الفضاء الاسرائيليه، وغادي تجيب لنا معها لورا الى المغرب. اما الصفقه الاخيره اللي درنا لراجمه الصواريخ فهي الهيمارس الامريكيه الشهيره، واللي حتى هي خدينا منها 18 راجمه هيمارس، وخدينا معاهم حتى صواريخ اتاكامس الباليستيه بمدى 300 كيلومتر. وبالتالي نقدروا نقولوا ان المغرب اليوم ولا كيتوفر على 3 ديال الصواريخ باليستيه تكتيكيه بعيده المدى، واللي هي لورا واتاكامس وبريداتور هاوك ديال راجمه البولس. وكخلاصه الخوت فرا المغرب اليوم كيتوفر على الاقل على 54 راجمه صواريخ بعيده المدى، واللي مفرقه كيف قلنا على 3 ديال الانواع من الراجمات. وهاد الراجمات اللي خدينا فرا قادره باش تضرب كل انواع الدفاعات الجويه وتقصف المطارات والقواعد والموانئ وغيرها من الاهداف المعاديه. ورا غالبا المغرب غادي توجه للمزيد من الراجمات الاسرائيليه في المستقبل القريب، واللي نتمناو انها تكون نيت لورا زائد البولس. وبالتالي الخوت فرا المقارنه المغربيه الاسبانيه وصلت للنهايه ديالها، واللي خسرت فيها اسبانيا بصفر راجمه صواريخ، مع رغبه اسبانيه مستقبليه في الحصول على 12 راجمه في السنوات اللي جايه. اما المغرب فهو اليوم كيخدم 54 راجمه صواريخ مغربيه واللي موزعه ما بين راجمات صينيه واسرائيليه وامريكيه. وباش ما تقولوش لي راه الهيمارس مازال ما خديناهاش، فرا ان شاء الله في 2027 غادي نبداو نشوفوها. حتى هنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.